يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين السلام عليك أتقى الأنقياء السلام عليك السلام عليك زين السلام عليك من ربي السماء السلام عليك السلام عليك زين السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك زين السلام عليك أحمد يا حبيبي صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك طه يا طبيبي صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك يا مسكي وطيبي صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام على المقدم في الإمامة صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه
السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المتوج بالكرامة. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. وكف المصطفى كالورد ينادي. الله الله. وإطرها يبقى إذا مست أيادي. الله الله. وكف المصطفى كالورد ينادي. الله الله. وإطرها يبقى إذا مست أيادي. الله الله. وأما نوالها كل العباد. وأما نوالها كل العباد. وأما نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي. قمرون وجميل 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 سيدنا النبي. وجميل ولا ذل له بل كان نورا. الله الله. تنال الشمس منه والبدورا. الله الله. ولا ظل له بل كان نورا. الله الله. تنال الشمس منه والبدورا. ولم يكن الهدى لولا ظهورا. ولم يكن الهدى لولا
لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان
ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه وسلم الإيمان قواعد وترى اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وسلم أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والكرم عن الله ما أمره بتبليل خلقه من فرده ونفله أبدا أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وسلم وابرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه وسلم المصل عليه به فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه وسلم إلى أشرف الأصل بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم فبدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين
فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصناب الكريمة والبطون، فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بمدن استقراره وموضع خروجه. وقد غدت الأقدار الأزلية بما قضت، واظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت. كان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وابهر. فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسنة في بشم عشر أوصاف ذلك الموصوف تشريقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن الزين تدوين ما عفت من سر أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولاعج التشوق إلى السماء وأوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ويدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أهل بيت النبي يا لصفاء والمناجاة، بخيت من حبكم يظفر بما قد تمنى. في رضا الرب يمشي في صباحا وممساه، بيحسن مقاصده وما كان يرجى. بشرى لنا المنى زال العنا وفى الهنا، والدهر أنجز وعده، والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا،
الصفا أنواره لاحت لنا قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدعم لنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبهيع يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبهيع اكتب لنا نهج الجميع زيارة لحبيبنا لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدعم لنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد آن للقلم أن يخط ما حركته في الأنامل مما استفاده الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه والشمائل التي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار
وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعدت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودع عن هذا النور المبين أصلب وبطون من شرف له من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمد أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله، وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بيطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود باجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
آله. الله الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له هو. الله الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له هو. الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له هو. الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له هو. خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العادية. خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا كنز العادية. الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له هو. الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له هو. يا دهر فادل وتدجادل يا بهر فادل وتجادل جود لي بواسل قبل المنية جود لي بواسل قبل المنية. الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له هو. الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له هو. يا رسول الله يا من حبه يشفي سقام. يا رسول الله يا من حبه يشفي سقام. أنت والله شفيع للورى يوم الزهام. لا إله إلا الله 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 يا مولانا. لا إله إلا الله
في هواكم مستهان يا أبا زهرة إني في هواكم مستهان نظرة منك إلينا أيها البدر التمام لا إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله الله غفار الذنوب صلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حنموش تكن لما صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حلهون كل ما والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود فكم وانا ذي الودود يا ظاهرا في كل شيء صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حلهون كل ما بيت المصطفى عبيدكم ارجو الوفاء يا سادتي هذا الجفاء أورث قال بالمنذكى صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حلهوش كل ما والله ما هذا الوجود هذا الوجود يا سيد الكون
الكونين يا سيد الثقلين يا سيدي يا رسول الله والله ما هذا الوجود إلا مشير المعهود فكم ونادي الودود يا ظاهرا في كل شيء صل وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام بعد موت كل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبارك عليه وعلى آله وصحبه فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب على ندي السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطار الوجود لله على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وفق الحق كما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ومولانا محمد Hadiraki Rasulullah pekerang ke Rasulullah hajat dalam ate pekerentak asyaraqal kaunu btihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقا في الحسن تفرد صلى الله سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبى صلى الله عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه صلى الله عليه رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهجا سبيلك كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا
سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا الله تعالى البيداء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع البدر علينا الله الله ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وأكرم النار وحمينا وأكرم النار وحمينا بلقاء بالأنام مرحبا يا الله يا رب آمين يا الله يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول من الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوعا سره تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب
فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبست وأجعت فلن أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب وأنشر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق. قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبين الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفي عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي مشكورا وفعلي فيه محمودا ويتوب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحمل راية دعواتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر كأمس امدادك في عبادك وساكك سرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف ثقل العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتحفظنا في مطارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحفظك وغايتك آمين وتبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالي وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وكي من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره ووالاه وظاهره وعما ببركات وشرجة أولادنا ووالدنا قطرنا ووادينا وجميع المسلمين
والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأوطان المشهورة وعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا آمانا وصورا واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وسبط العدل وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار بذنب تأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الأصل الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.